بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يلا فيديو جديد هنعمل فيه أحلى كوشنز لرمضان بشخصيات فوانيس الشخصيات الكرتونية بتاعة رمضان. هتبقى حلوة قوي وجميلة وسهلة جدا. هنا أنا جبت متر قماش من قماش فوانيس بيبقى فيه شخصيات كرتونية كده. المتر بيبقى عبارة عن 6 صور مربعة من اللي احنا شايفينها دي، 3 تحت و3 فوق. يا اما بتعملي ال6 صور 6 كوشنز بوش الشخصية دي، والظهر بتحطي لها اي قماشة من عندك، تشتري لها قماش او عندك قماش، بس بيبقى الوش بس هو اللي فيه الشخصيات الكرتونية دي. هنا انا اخدت كل صورتين هعملهم كوشنز، كل صورتين هعملهم كيس مخدة. وطبعا زي ما اتعودنا في قماش رمضان، قماش الخيامية، قماش اللي هيتعمل منه اكياس المخدات، لازم على الشمعة النار، ولاعة على البوتاجاز اي حاجة علشان خاطر ما ينسرش منك. وطبعا بدل ما تعملي تانية في تانية او تروح تعمليها اوفر، فكده اسهل وبتدي نتيجة الاوفر بالظبط، مش هينسر منك خالص. وحتى الحافية بتاعته هتحسيها كده بقت خشنة شوية بعد ما هتعمليها بالنار، لا هيفرق معاكي قوي. انا بمشي عليها كلها. طبعا انا اخدت الصور، قسمت المتر خليته يبقى 3 كوشنز. المخدة هتبقى وش وظهر، الوش والظهر الشخصيات. طبعا الوش بيبقى شكل والظهر شكل تاني، فبتبقى شكلها حلو قوي، وكمان سهلة في ان انت تعمليها، اسهل بكتير من ان انت تقطعي ال6 صور وتجيبي لهم ظهر وتبداي تركبي. هنا كل اتنين سايباهم ماسكين في بعض، ما فصلتهمش عن بعض. وطبعا بعد ما عملتهم على الشمعة، هنا بوريكم هخيطه ازاي. طبعا انا هخيطه الاول، هنضف الاول المكان البرسل كده عشان يبقى المخدة متساوية. طبعا المخدة بتبقى 45 في 45، فما ينفعش نزود عنها، بنقصها مظبوطة كلها. وبعد كده بقى على المكنة او على ايديك، عايزة تخيطيه على ايديكي مش هيقول لأ، وهيبقى كويس وحلو قوي كمان. كل سنة وانتم طيبين، تنعاد علينا وعليكم الايام بخير يا رب. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. هنا ديت شكل الخدادية بعد ما خلصتها. المخدة شكلها حلو قوي قوي. طبعا انا مقفلتهمش وما حطيتش سوسته، هنعمل باذن الله فيديو السوسته السحريه لوحده ان شاء الله. انا خلصتهم كلهم علشان اقفلهم مره واحده، مشيت عليهم كلهم بالشمعة. خدي بالك يعني ماشيه سريعه كده، لان القماش ده بيتلسع بسرعه قوي من النار. ماشيه سريعه عليهم كلهم، وبعد كده ابداي قفلي. هنا بقفل. طبعا قلبتها، خليت الوش على بعضه والظهر اللي ليا، وهبدأ مكان ما انا سايبه الوصله بين الاتنين، مشيت عليه الاول بالخياطه، لان ده اللي هيظبط لي الكوشن معايا، بدل ما تبدا. طبعا القماشه ناعمه فهتتحرك تحت ايديكي، لا. بصي كده اتظبطت معايا، خلصتها. قلبتها بقى على الوش، يبقى الوش ليا. وبعد كده ببدأ امشي اعمل لها برواز من بره كده، بحيث انها تبقى مظبوطه معايا فوق الخياطه اللي خيطتها بس من بره. وطبعا تبقي حاطه خيط، حتى لو بتعمليها على ايديكي يبقى خيط مقارب للون الكوشنز اللي بتعمليها. انا بقى جبت الشريط الجولد ده، وبدات ازين بيه. تحطيه، ممكن تحطيه داير ما يدور حوالين المخده، ممكن تحطيه زي ما انا عملت كده كأنه زي الستاره كده، من اليمين ومن الشمال، بس جزئين بساط. وممكن تعمليه زي اطار كده للمخده كلها، بتبقى حلوه قوي. اي زينه بتخلي المخدات شكلها تحفه. شخصيات فوانيس لوحدها اصلا زينه. رمضان شهر الخير والبركه، شهر بنستناه من السنه للسنه. طبعا تزيين المخدات ده على ذوقك، عايزه تجيبي له تحطي فيهم الفرنشه الصفراء، البلابل، زينه زي اللي انا عاملاها دي، سيبيها ساده خالص، شكلها تحفه. بصي، مع انها جزء بسيط قوي بس شكله حلو. طبعا نظفت الشغل بتاعي، اجي بقى للحافيه اللي تحت اللي انا سايباها مفتوحه، باخدها تانية لجوه. اهم من الشغل ظبط الشغل، لازم تبقى مظبوطه معايا كده. باخدها تانية لجوه بحيث يبقى شكلها حلو. حتى لو سبتيها كده من غير سوسته خالص بتبقى جميله برضو، مش باينه خالص. يعني ممكن بعد ما نركب المخده من تحت كده نسيب 5 سنتي يمين و5 سنتي شمال، وناخد غرزتين كده بالابره بس،
اللي هو المخدة ما تقعش منها، وهتبقى شكلها جميل جدا. وباذن الله نركب السوسته سوا. ودي المخدة التانية بوريها لكم برضو بتتعمل ازاي. بنمشي طبعا على الظهر، وبمشي على 3 حواف من جوه، بعمل لها برواز من جوه، ناخد بالنا ان الوشين يبقوا على بعض، وبعد كده بقلبها واعمل البرواز من بره، بمشي عليها 3 نواحي برضو من بره. طبعا لو هتركبي لها فرنشه او بلابل وتعملها برواز كامل من بره، قبل ما نعمل البرواز نحط البلابل او الفرنشه ونمشي عليها، بدل ما نعمل البرواز وبعد كده نرجع نخيط تاني الزينه بتاعتنا. هنا كان عندي القطعتين الصغيرين دول من البلابل، هما اللي كانوا فاضلين عندي، فزينت بيهم المخدة دي برضو، عملتهم زي ستارة كده يمين وشمال. باخد بس بسن الابره كده من الناحيتين، مش بخيطها طبعا رايحه وجايه عليها، لان ده مش هينفع مع المخدة لان المخدة متقفلة. وبرده تاني باخد تانية، ممكن تاخدي تانية في تانية، بس طالما عملتيها على الشمعة او على النار هي تانية واحدة كفاية قوي. انا بوريكي هنا نظافة الخياطة والتقفيل بتاع المخدة، وانا لبستها شكلهم تحفة. شخصيات فنانيس دي اشكال رمضان بتدي بهجة وروح كده. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وحبايبكم كلهم طيبين. هنا خلصت المخدات كلها، وطبعا زينة المخدات ديت كل واحد وذوقه. تعملي اللي انت عايزاه، عايزه تزينيها، عايزه تسيبيها ساده، عايزه تعملي وش الشخصيه الكرتونيه والظهر لون، اي لون عندك، فكله بيبقى شكله حلو قوي. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وكل سنه وكل الامه العربيه بخير وسلامه يا رب.